السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهارده نعمل أحلى مكرونة مشهورة جدا، وأقول لكم بقى على تكاية كده دي بتاعتهم. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. معايا هنا مكرونة، دي البهارات طبعا: بصل بودر، توم بودر، بابريكا، كزبرة، 7 بهارات، شوية كمون. أول حاجة هنزل بالبصل، يعني عايزة تقطعيه كده ماشي، عايزة تخرطيه ماشي. مجرد ما يتحمر هجيب كده مصفى وتحتيها طبق وايه، واشيل لغايه ما يصفى معايا. اول حاجه اروح منزله بمعلقه من الثوم، خطوتها سهله وسريعه وطعمها تحفه. بعد كده هنزل معلقه من السكر، هكرمل السكر شويه كده. وبعد كده هنزل بمعلقه من المعجون الطماطم. وراها على طول هنزل عصير الطماطم. طبعا مفيش حاجه تقف وهي قصادنا، احنا بنعمل الحاجه بايدينا وضامنين نظافتها. الصلصة طبعا عارفينها بنعملها على طول بإيدينا. هنا طبعا مية، وحطيت فيها ملح، وحطيت فيها زيت، معلقة من الزيت. وطبعا هي الصلصة هنا بتتسبك. هنزل بمعلقة كبيرة من الملح، واخد بقى البصل كده في الكبة واطحنه. اطحنه كده ناعم. مجرد ما يتطحن معايا، طبعا الصلصة مجرد ما هي بتغلي كده هنزل بالمعلقة بتاعت البصل اللي احنا فرمناه. عايزة اقولك على الريحة تحفة، والله جميلة جدا. ولا لحمة بقى ولا فراخ. معايا هنا الحلة غليت المية، هنزل بقى بالمكرونة. مكرونة صغيرة ومكرونة سباكيتي. وما تحاوليش تسويها قوي، المكرونة تبقى حلوة كده. هجيب بقى الطبقين كده التقديم، وهنحط ما شاء الله، بصي تحفة. ريحة الصلصة جميلة جدا. وعملناها في ثانية، ولا خدنا وقت ولا أي حاجة. ايه رأيك بقى؟ شكلها بس كده يشهي. بصي الصلصة. يلا بقى جربيها كده وقولي لي ايه رأيك فيها كده بنفس الخطوات. واتمنى يا رب الفيديو يكون سهل وسريع على قلبكم يا رب، واشوفكم على الف خير في رعاية الله يا حبايبي.